السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في عميل محترم جاي لنا من دمياط، والله جاي من دمياط مخصوص. فتحت المحل طبعا من بعد ما شاف شغل التعديلات بفضل الله. انا مش عايز اقول ده نفس الشغل برضه، يعني ده نفس الشغل بتاع المرة اللي فاتت، بتاع الراجل اللي هو بتاع طنطا المحترم اللي كان جرب شغل البطاريات عندنا وقعد اكتر من 10 شغلانات وكان لسه شغال فيه ما شحنوش. يعني الحمد لله بالنسبة للبطاريات اللي هي 3000 اللي قعدت 4 ساعات تقريبا او 5 ساعات ماشي. طيب هو برضه نفس الكلام، برضه جاب لي الجهاز ده شاشته قطعه، ده مبدئيا يعني. وبرضه مبدئيا ده الشغل من جوه، حاجه صعبه. اول ما تيجي تفتح المفتاح ده يفتح معاك الكشاف ويفتح معاك المؤشر، فشغله كله مش مظبوط. انا قلت له يا باشا لا، الشغل ده بالنسبه لي مش مظبوط. وده كده البطاريه تقريبا نفس السلوفان، برضه لو جينا نبص نلاقي نفس السلوفان بتاع. هو بقى مين يعني؟ مين اللي بيقفل الشغل ده راجل محترم ايا كان هو مين، وربنا يجازيه خير. بس الشغل مش قد كده بالنسبه للتقفيل. تمام. وده كده المنظر الكارته، ما اعرفش بقى ايه كده، الشاشه قطعت ادينيتها، ما نعرفش الكلام ده كلته الا لما لسه بقى نفتح بقى ونظبط ونعدل لشغلنا احنا من جديد. هنغير شاشه بقى، نغير ايه، ربنا المستعان. يلا نبدا ونتوكل على الله. المقطع الثاني تقفيل ابو جنى، اللي من الاخر اللي البطاريات الجديده، الشغل العالي، التظبيط، وربنا المستعان. خليكم معايا ونقول ونصلي على النبي. بعد الفينش العميل بتاع دمياط المحترم، هو اصلا لما يشوف الفيديو مش هيصدق ان ده جهازه بفضل الله. جهاز خلاص اتكيس واتظبط ظبطه من نار. والشغل بقى اللي كان مثلا بتتك على الزرار ده القديم اللي يولع المؤشر ويولع النور، لا، كل حاجه لوحدها. عملنا اللمبه لوحدها، تمام، كشاف. وطبعا عملنا زرار تاني لايه، للمؤشر لوحده، حاجه نضيفه كده. بصوا قوة البطارية 3000 اللي هي 3000 ملي امبير، قوية جدا جدا بمعنى كلمة ايه جدا. طبعا كل شغل البطاريات القديمة اللي يعني تمام، اذا كان بقى خلع لاب، اذا كانت جديدة بتاع، كل ده كل دي بتبع اجهزة، يعني كل ده تبع اجهزة. حتى جهازين والله اللي كان بتاع طنطا ونفس القصة ونفس العلبة برضو اللي هي الكبيرة، نفس البطاريات شغل القديم بفضل الله. طيب ده شغلنا بقى مع شغل البطاريات 3000، حاجه يعني حاجه تستاهل والله بفضل الله. الحمد لله. وده عن مش كلام او كلام، لا، شغل البطاريات الجديده 3000 حاجه بسم الله ما شاء الله. احنا مش هنقعد نقول 4-5 ساعات. لا يا عم الحاج، لو قعدت 3 ساعات من عند الله عمرها ما تقعد مع الشاشه الصغيره دي 3 ساعات، لان هي قعدت معانا في خمس ساعات او 4 ساعات ونص على الشاشه 7.5 بالصوت على قناه اتش. طيب يلا نبدا على بركه الله ونجرب. ادي كده جربنا ماشي. شغل عالي للمصداقيه، ان المفروض ان انا كنت اغير شاشه، طبعا حرام. ان الحمد لله بفضل الله انا ظبطت الشاشه للعميل برضه عشان ايه الخسائر بمعنى اصح، وظبطتها له واشتغلت ايه بقت 100%. وهو زمان هو ما يشوف الفيديو هيتبسط، طبعا زي ما هي وايه نفس الشغل. حتى وعامل بتاع دوت تيست للريموت برضه. ادي كده بنجرب على القناه الاتش، معروفه زي ما انتوا عارفين اتش. لو احنا جينا عشان نعرف قوه الاتش، المفروض اي بطاريه في الدنيا فيها قناه اتش وتجرب عليها بتبقى تسحب فولت جامد، بتسحب 20. لو جينا نشغل الله اكبر، بطاريه بسم الله ما شاء الله. دي بطاريه العمر زي ما بيقولوا عليها، حاجه بسم الله ما شاء الله تنساها، ولا فيها نازله ولا فيها اي حاجه، و10 على 10. وادى كده الجهاز بتاع العميل بالصوت بتاعه برضه اهو، حاجه بسم الله ما شاء الله. وظبطت له الشاشه عشان حرام يعني، راجل هيدخل، راجل محترم جاي من دمياط من اخر الدنيا عشان عرف شغلنا وعرف ان احنا بنعمل شغل بما يرضي الله. قلت له يا عم ولا يهمك، احنا تحت امرك، وتعالى يا عم الحاج وانا هظبط لك الجهاز ظبطه 100. والحمد لله فعلا ظبط، وكمان بدون وده الكشاف اللي ورا زي ما هو لوحده. كنت اول ما تيجي توصل ده كده تلاقي كل ده اشتغل، المؤشر وكله طبعا مش مظبوط. الحمد لله يعني تمت العمليه والتظبيط، وكيستوا له تكيسه نظيفه وربنا يرزقه. وهو كده بعت له الفيديو
يجي يستلمه، واحنا تحت امر اي حد في شغل تعديل بطاريه. اقوى بطاريه بفضل الله، اقوى بطاريات 3260 بفضل الله، جديد. عايز الناس تفهم جديد، ما انا مش في قديم بقى خلاص. تمام. اي خدمه يا جماعه وتحت امركم، ربنا المستعان. السلام عليكم.